غير بيدك وبلا ماشينه ديري هاد القريوش اللي يجيك الله مورق وفاره من الداخل. وحتى الوصفه بزاف سهله. وباش نتحصل على هاد النتيجه الرائعه اكيد استعملت فرينة ماما تي 45 اللي ما نستغناش عليها، وضفت عليها السكر الناعم، لا فاني، لا لوفور، ومغرفه جلجلان محمص ومرحي اللي يعطيني كامل البنه. وضفت لا مارغارين دايبه وبارده باش ما تبركسليش العجينه. زيد لها حبه بيض، مغرفه خل، وبالماء وما زهر نلم العجينه. والعجينه ما لازمش تكون بزاف طريه باش نقدروا نشكلوا الحبات ديالنا. خليتها تريح ساعه وبديت نخدم فيها. قسمتها ل4 كريات وكل وحده حليتها مستطيل طويل، وقطعته مستطيلات بان كاباغي اللي فيه 16 على 12 طول وعرض. وكل مستطيل نقطع فيه شرائط بلا غولات. ندهن الاطراف ببياض البيض ونطوي الحبه ديالي على زوج، ونزيد ندهنها بالبيض ونزيد نطويها مره اخرى، ونضغط على هذوك الاطراف باش يلصقوا مليح وما تتحلش الحبه. كي نديرها في المقله نرفد الحبه ونحلها في الوسط ونخرج الجزء العلوي من الوسط تاع الحبه. والطريقه راهي موضحه. زيدوا تلصقوا بياض البيض وتحلوا مليح هذوك الاشرطه، ونقعد نسقم في الحبه ديالي ونلصقها مليح ونحي لها دائما هذيك الزياده تاع العجين باش ما تجيناش خشينه كي نقلوها. وكي تكونوا تخدموا دائما غطوا الحبات ديالكم بساشيون بلاستيك ونقلوه على نار هاديه ونرموا عليه الزيت بالمغرفه. ودائما القريوش نعسلوه كي نكونوا رايحين نقدموه باش تبقى لنا فيه هذيك القرمشه، ونزينوه بالجلجل. وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.